حلقة جديدة في سكون الذات. من الألم بيبدأ التغيير. عمرك سألت نفسك قبل كده ليه لازم نتألم عشان نتغير؟ ليه مش بنفهم غير لما نتوجع؟ كأن الألم هو اللغة الوحيدة اللي بتقدر تصحينا من غفلتنا. احنا طول الوقت بنهرب من الوجع، بنخاف منه، بنحاول ندفنه جوه ضحكة، جوه شغل، شوية علاقات، او حتى صمت. بس في الحقيقة الألم مش عدو، هو الباب اللي بيدخل منه النور. الألم بيكسر فيك الصورة اللي كنت فاكر انك عايشها، بيهد اللي بنيته على اوهام، وبيخليك تشوف نفسك من غير تجميل. هو مش مجرد احساس مؤقت، دي مراية بتوريك حياتك. يمكن تتوجع من خيانة او من فشل او من فقد، بس في كل مرة الألم بيهمس لك اتعلم، أنا مش جاي أدمرك، أنا جاي أرجعك لنفسك. الألم هو اللي بيكشفك، بيخليك تشوف ضعفك وتواجهه، ومن اللحظة دي بيبدأ التغيير الحقيقي. مش التغيير اللي الناس تشوفه، لكن التغيير اللي انت تحسه جواك. تحس انك اتولدت من جديد، من نفس المكان اللي كنت بتنزف فيه. أنا اسمي مؤمن، وفاكر اللحظة اللي الألم فيها غير حياتي. وأنا هحكي لكم حاجة بسيطة، لأن عندي حاجات تقيلة أوي حصلت لي في حياتي كان منبعها الألم اللي غيرني. بس انا احكي لكم الحاجه اللي ينفع احكيها، اللي هي تكون سيمبل، مش حاجه يعني مش عايز اضايقكم. وانا صغير في سن الاعداديه كده كنت بكذب كتير جدا، لدرجه ان اوقات كنت بغير حتى اسمي. لما حد يسالني عن اسمي اقول له اسم تاني، كذب كده في اي بتنجان. وكان الكذب ده بيخليني اعيش في عالم من اختياري، يعني برسم الصوره اللي انا عايزها باي كلام للي قدامي، وكنت واخد الموضوع لعبه. بس في يوم كل حاجه اتكسرت. كنت هربان من المدرسه، كنت كل يوم بهرب من المدرسه في اعدادي لمده شهور، يعني كنت غبي. امي كانت مراقباني في يوم، عرفت اني بهرب وراحت بيا للمدرسه، ماشيه بيا في الشارع زعلانه جدا، وانا متضايق من الموقف. انا كنت بني ادم برضو، اللي في اعدادي ده بني ادم والله. لما وصلنا المدرسه اكتشفت في المدرسه اني بهرب بقالي شهر كامل، واني مرفوض. بدات تتحايل على المدرسين ان هم يقبلوني، وبداوا المدرسين يهنوها جامد ويهاجموها ويتهموها في تربيتي. وانا واقف مش قادر اتكلم. كنت شايف امي بتتكسر قدامي، مش من كلامهم لكن مني انا السبب. اللحظه دي كنت اول مره احس بالالم الحقيقي، مش الم ضربه ولا بنيه ولا طوبه جت في دماغي ولا جرح. كان ألم إنك تشوف شخص بتحبه بيتوجع بسببك، بيتهان من شخص تاني بسببك. الوجع ده دخل قلبي وفضل جوايا سنين طويلة. بس لما رجعت أفكر فيه بعد سنين اكتشفت إن اللحظة دي كانت البداية. منها اتعلمت الصدق. ساعة مامي اتهانت والجو ده حصل، وقعدت اتحايل عليهم إن هم يرجعوني المدرسة، شفت كسرة كبيرة قوي ليها، ومدرسين بيعاملوها بأسلوب مش كويس. أنا أقسمت على نفسي من شدة الوجع اللي جوايا اني عمري في حياتي ما هكدب تاني ايا كانت النتيجة. ومن يومها بقيت حاجة تانية خالص. بعد ما كنت بكدب حتى في اسمي مبقاش فيه كدب نهائي، بقى فيه مروح المدرسة ومذاكرة وجو كده جديد. بس كان الوجع هو اللي غير. حد بينصحني كنت بشوفه كده، انت يا عم فوق، يمكن مش هتفهم وانت جوه الوجع، بس بعدين لما تعدي مرحلة الألم دي هتبص وراك وتقول كان لازم اتوجع بالشكل ده عشان اتغير بالشكل ده. كل مرة بتألم، كل مرة انت بتتألم عزيزي المشاهد، ربنا بيحضرك لنسخة جديدة من نفسك، بينزع مننا حاجات كنا متمسكين بيها وبيخلينا نرجع لأصلنا، بيخلينا أنضج وأصدق وأقرب. اسمعني كويس، الألم مش لعنة، الألم هدية بس مغلفة بورق خشن. اللي يقدر يصبر ويفتحها هيوصل لعمر ما كانش يعرفه عن نفسه. خلي وجعك يعلمك بس ما تخلوش يكسر. سيبه يشيل عنك الضعف ويكشف لك الحقيقة، لأن في الحقيقة بس بيبدأ التغيير. في كل مرة بتتوجع افتكر إن من الألم بيبدأ التغيير، ومن الصدق بيتولد السلام، ومن الجرح بيتخلق الوعي. الألم مش نهاية الطريق، ده بدايته.